السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم يا أحلى متابعين؟ رمضان كريم علينا وعليكم. اليوم رح ساوي لكم وصفة بتشهي. هي وصفة السوبريم بالدجاج، عن جد نكهتها بتجنن وكتير سهلة ومكوناتها متوفرة إن شاء الله. تعجبكم الوصفة. إذا عجبتكم الوصفة لا تنسوا تشتركوا بالقناة. ولحتى نتابع الفيديو سوا يلا نبلش بأطيب وأشهى وصفة سوبريم. إذا حبيتوا القناة بتمنى تتابعوني وتدعموني بتعليق حلو مثلكم. التعليق والدعم كتير كتير بيفرق معي. يلا نبلش بالوصفة. وهلأ بنحتاج للوصفة كيلو من صدور الدجاج. إذا متوفر عندكم صدور الدجاج مع الفخاد فيكم تحطوا نص بنص، إذا مو متوفر صدور الدجاج بتكفي. للبهارات: ملح وفلفل بابريكا وفليفلة حمرا وشوية بهارات كبسة وسبع بهارات، وبتحطوا رشة ملح. بهارات الكبسة اللي ما بيعرفها يعني مثل بهارات الدجاج بتكون. وهلأ بدي أحط معلقتين من البقسماط فوقهم وبدي أخلطهم مع بعض. عن جد بتطلع طعمة خرافية. والبقسماط بتساعدنا إنه تمسك معنا الدجاج وما يفرط وقت القلي. بقى كتير مهم إنه تضيفوهم. شوفوا هيك ملمس العجينة خلطهم كتير منيح. وهلأ بدي ألفهم معكم. هلأ باجيب خ كيس كيس مونة، وباقسّم القطع على حسب ما أنا بالحجم اللي بدي إياه. فيكم تحطّوا حجم كبير وفيكم تساووها أصابع صغيرة. هلأ باساوي الطريقة متل ما أنتم شايفين. إن شاء الله يا رب تكون الطريقة واضحة عليكم. باحط بزبدية شوية مي مشان ما تلزق عندي بالكيس، وبصحن متل ما شايفين هيك باكبسها بحيث إنه تصير عندي طبقة رقيقة، ما تطلع السوبريم سميكة. وهلأ هيك باعمل لها الكنارات مشان تطلع كناراتها متساوية. وبضيف لقلبها جبنة قشقوان. في عالم بتحب تضيف فطر ودرا، أنا ما باحبها بصراحة، باحبها بس قشقوان. هي الشي بيرجع اختياري، بيرجع انتو شو بتفضلوا فيكن تحشوها. بس بالقشقوان ألذ وأطيب. مثل ما شايفين هلأ هيك سكرتها. وهلأ هيك مستحيل تفتح معكم. وحتى فيكن تفرزوها، يعني تساووا كمية كبيرة وتفرزوهن لوقت تاني. دغري تطلعوهن من التلاجة وتقلوهن. عن جد يعني كتير مضمونة إنه ما بيصير لها أي شي ولا بتفتح وقت القلي. وكتير كتير نكهتها طيبة ومحبوبة كتير عند الكبار والصغار. أنا عاملتها هالوصفة فيديو قبل، بس هلأ حبيت أرجع أعيدلكن إياها بقلب وصفات رمضان مشان تكونوا متذكرينها. شايفين ما شاء الله طريقة اللف كتير سهلة. وهلأ لفيتهم كلياتهم. هذا الكيلو الدجاج طلع عليه الكمية. هلأ بجيب بيضتين وبجيب البقسماط اللي عندي. وهلأ بلكهم بالبيض وبرجع بلكهم بالبقسماط. تعالوا نسوي مايونيز كتير طيب مع بعض. طبخت 3 معالق نشا مع كوبين من المي، وضفت عليهم توم 3 اسنان توم، وضفت عليهم بيضة وملح وحمض الليمون، أو إذا بتحبوا فيكم تضيفوا ليمون فريش حسب المتوفر عندكم. وهلأ بضربهم بالمكسر. وهلأ بضيف عليهم تقريبا نص كاسة زيت. أنا ضفتها بسرعة لأنه المكسر عندي بجمعهم. ضربته سريعة. إذا عم تساووا بالخلاط فيكم تضيفوا شوي شوي. وهلأ هيك صار عندي أطيب وأشهى مايونيز عن جد كتير كتير طيب وبشهي بيطلع. إن شاء الله تجربوا الوصفة ويا رب تعجبكم. وهلأ بدي أقلي السوبريم ولحتى نقدمه. عن جد الوصفة كتير كتير طيبة وبتمنى إنه تجربوها، وبتمنى كمان إنه تشتركوا بالقناة
وتعملوا متابعة وتبعتوا الإشعار لأحبابكم. شوفوا هذا اللون الذهبي المطلوب، أول شي بنحمّي الزيت، بعدين بنخلّيها تنقلى على حرارة وسط بعد ما يحمى الزيت عنا. هلأ لاسم لكم وحدة طعمة القرشة بتجنن وطعمتها ونكهتها بتاخد العقل. بتمنى إذا عجبكم الفيديو تشتركوا بالقناة وباحبكم كتير، باشوفكم بالحلقة الجاية. نختمها بالصلاة على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.